وما زلنا مشاهدينا في الشأن المحلي، حيث عقد مركز الثقلين الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة ندوة نقاشية في محافظة واسط حول أهمية التقليد في حياة المكلفين. وتعد هكذا نشاطات ضرورية لنشر التوعية الدينية في المجتمع، لا سيما لتلك الشريحة، لتحصينها من التيارات المعاكسة للمنهج الإسلامي الرصين. من أجل تحديد المسارات الصحيحة في حياة المكلفين، عقد مركز الثقلين الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة ندوة في محافظة واسط بعنوان نشأة التقليد ومراحله، بمشاركة نخبة من أساتذة الحوزة العلمية الشريفة وبحضور عدد من المؤمنين. أقام مركز الثقلين الثقافي التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة، أقام ندوة في محافظة واسط بالتعاون مع هيئة يتامى الغائب. هذه الندوة كان موضوع الندوة نشأة التقليد ومراحله. عموم الندوات التي يقيمها المركز هي رد الشبهات التي تطرح في الساحة. تعرفون أنه في هذه الأيام بحكم شبكات التواصل وبرامج التواصل هنالك الكثير من الشبهات التي تطرح على أذهان شبابنا، فهدف إقامة هذه الندوات هو لرد الشبهات. اليوم بحضور العتبة الحسينية المقدسة وبحضور أساتذة متخصصين في قضية الأمور الدينية ورد هذه الشبهات. البعض ملبوس عليه قضية التقليد ويطرح شبهات بأن التقليد باطل، وهو غافل عن مسألة جدا مهمة، وهي حديث الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. البعض لم ينظر إلى هذا الحديث ويتصيد بالماء العكر بإبطال قضية التقليد. الهدف من إقامة مثل هذه النشاطات هو زيادة الوعي الثقافي لدى المكلفين بصورة عامة والشباب بصورة خاصة، وتحصينهم في مواجهة الأفكار المنحرفة وإدامة زخم ارتباطهم الوثيق بمعتقداتهم والمحافظة على قيم المجتمع الإسلامي ذات المعاني الأصيلة. الشباب عادة هم الثروة الحقيقية للشعوب في كل البلاد، عادة تعتمد على طاقة الشباب، ولذا في نفس الوقت بما أنهم الثروة الحقيقية عادة تجد الشباب هم المستهدفون في كل البلاد، فهنالك الكثير من الجهات المنحرفة تعمل على الشباب في بعدها الفكري، تعمل على الشباب في بعده النفسي، تعمل على الشباب في بعده السلوكي. هنا لابد أن يكون هنالك من يتصدى إلى هذه الشبهات. عادة هذا القسم في العتبة الحسينية تصدى لهذه الشبهات من أجل الأخذ بيد الشباب. طبعا دائما الهدف أو الشبهة تستهدف عقيدة الشباب. لماذا؟ لأن العقيدة هي المحرك للشباب. احنا نشجع على تكثيف هذه الندوات وهذه المحاضرات، ونشجع بعد أكثر، خصوصا اليوم احنا الآن نستغل فرصة زياراتنا لقناة كربلاء الفضائية. حسين علي، محافظة واسط.